ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين طلاب الصف الثالث الإعدادي، فيديو مهم جدا عن الامتحان المتوقع بنسبة كبيرة إن شاء الله في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا يا شباب ده امتحان جه لزمايلكم بالظبط، فمن المتوقع إن شاء الله يجي زيه ليكم إن شاء الله. لو أنت عندك امتحان بكرة اتفرج على الفيديو ده وحل الامتحان ده إن شاء الله. من خلاله هتقدر تفهم الامتحان هيجي إزاي بالظبط. ده طبعا أول سؤال الديالوج. زي ما أنت شايف سؤال سهل جدا، ممكن تشوفه كده وتحله. احنا هنعدي كده على كل الأسئلة بسرعة. السؤال التاني طبعا ييد and complete. بيجيب لك طبعا السؤال ده مشهور جدا، لا يخلو من اي امتحان تالتة اعدادي. بيجيب لك كده كلمات فوق وانت تكمل بيها الجمل دي 1 2 3 4. طبعا هو هنا بيجيب لك حوالي 5 مثلا وانت تكمل ب4 جمل بتختارهم فوق. تمام، ده السؤالين، اول سؤالين بيجوا في امتحان تالتة اعدادي. طبعا السؤال التالت اللي دايما بيجي هو سؤال القطعة. بيجيب لك قطعة كده بتقرأها كويس وبجيب عليها أسئلة بكل سهولة. وده طبعا الأسئلة، هنرجع تاني للقطعة علشان تثبتها وتقرأها كويس. ودي الأسئلة طبعا عنها. ده طبعا السؤال، أو ده طبعا تكملة أهو فوق. ده طبعا السؤال اللي كلنا بنخاف منه، لسؤال الجرامر والفوكابلري. دي الكلمات اللي احنا بنحفظها على مدار الترم، والقواعد تيجي في صورة تشوز. زي ما انتم شايفين 6 تشوز بيجوا. ده 6 تشوز يا شباب مشهورين جدا وبيجوا في الامتحان. بعد كده اخر يعتبر سؤالين كومبليت. طبعا في الكومبليت هنا بتكمل بالجملة دي، ولكن بتحطها بشكل الجرامر بتاعها المظبوط واللي انت حافظه بالظبط. واخر حاجة طبعا السؤال السادس بيكون عبارة عن باراجراف. باراجراف هنا بيجيب لك فيزيت تو انترستنج بليس، زيارة لمكان مهم. انا متوقع يجي لك شوبينج داي، يوم للتسوق، او هوليداي اجازة انت استمتعت بيها، او فيزيت او زيارة لمكان معين. فانا متوقع ده ممكن يجي لكم ان شاء الله. ده امتحان محلول برضو جالة زمايلكم دمياط 2023، تقدروا تشوفوا. ده اول سؤال الديالوج. بصوا يا شباب الكلام اللي في الاحمر ده هو ده الحلول، يعني هو ده الحل. وده برضو اهو القطعة اللي احنا قلنا عليها، ده برضو الحلول. وده طبعا سؤال القطعة. يا شباب تكملة القطعة وحلها. وده سؤال الفوكابلري. طبعا السؤال ده الناس كتير بتخاف منه. يركزوا. ترافيك دي اتكررت في مصر في الامتحانات كلها. ترافيك اللي هي تعتبر ايه؟ المرور يعني، اللي هو means cars, lorry and motorbike that use the road. وطبعا ده complete. وده برضو اهو الباراجراف هنا جاء زي ما قلت لكم عن هوليداي اجازه. تمام يا شباب. وده برضو جاي على الشوبينج. ده محافظه تانية، محافظه الجيزه تقريبا، جابت عن الشوبينج. وده السؤال الأكمل. وده الديالوج بتاع الجيزة. أتمنى ليكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم حبايبي الحلوين طلاب الصف الثالث الإعدادي. يا رب تكونوا كده بأحسن حال، ويا رب كده تبدأوا يومكم على خير. صلوا الفجر وابدأوا يراجعوا مراجعة سريعة كده ويروحوا الامتحان إن شاء الله، وإن شاء الله راجعين فرحانين بإذن الله. النهاردة حاولنا إن احنا نجيب لكم امتحان زي اللي هيجيلكم بالظبط إن شاء الله، وجال زمايلكم دفعتكم، وبالتالي الامتحان ده ان شاء الله من المتوقع يجي زيه بالظبط. اولا كده في امتحان الانجليزي اول سؤال هيجيلك الديالوج. طبعا الديالوج ده عبارة عن قطعة، عبارة عن قطعة او محادثة. المحادثة دي انت بتقراها كويس وتجاوب. بيجيب لك طبعا 2 نبيل وأسامة، ونبيل وأسامة دول talking about book، بيتكلموا عن كتاب. وهنا طبعا الكلام اللي بالاحمر ده الحلول يا شباب. وشوفوا كده طبعا الحلول. انا هجيب لكم الامتحان دلوقتي على الطبيعة، ولكن ده اجابة الامتحان.
فشوفوا كده الديالوج الأول ده تقدروا تحلوه ولا ايه، وشوفوا الحلول بحيث ان انتوا تتأكدوا من حلكم. السؤال التاني دايما بيجي في امتحان الانجليزي يد اند كومبليت. يد اند كومبليت بتجيب لك كده 5 جمل فوق وانت تكمل بيهم الجمل دي. وطبعا السؤال ده مشهور جدا وبرضه الحلول اهي موجودة طبعا لو انتوا عايزين تقرأوا السؤال وتشوفوا حلولكم. طبعا السؤال التالت بيجي عبارة عن قطعة، والقطعة بتقرأها كويس وبيجي عليها أسئلة، ودي القطعة ممكن تثبت وتقرأها. تمام يا شباب، وبعد كده تشوف الحلول، والحلول طبعا اللي باللون الأصفر ده يا شباب. تمام، طبعا دي تكملة القطعة والإجابات أهو. بعد كده طبعا السؤال اللي كلنا بنخاف منه هو اللي تشوز، اللي هو الفوكابلري، اللي هو تعتبر الكلمات اللي انت بتحفظها على مدار السنة والقواعد. وزي ما انتوا شايفين بيجيب لك 6 كلمات، 6 جمل وانت تحلهم، والحلول برضو موجودة اهي علشان لو عايزين تقرأوا الجمل. بعد كده بيجيب لك complete the correct، طبعا كمل باختيار صحيح. ده طبعا خطأ وانت بتصححه الأصفر ده الإجابات. آخر حاجة طبعا وآخر سؤال بيجيلك writing بيجيلك سؤال تكتب 110 كلمة مثلا عن حاجة معينة. طبعا دايما المتوقع ان هي يجي لك about holiday عن يحلى، short story عن يحلى you enjoyed انت استمتعت بيها. وده الامتحان يا شباب بتاع محافظة دمياط اللي هيجي لك زيه بالظبط وجال زمايلكم اهو. ده الامتحان على الطبيعة، ده الامتحان على الطبيعة، ده الديالوج اهو يا شباب. طبعا حليناه احنا دلوقتي، وده القطعة اللي هتكملها، وده القطعة نفسها اهي يا شباب. تمام، وده طبعا سؤال تشوز اهو، وده طبعا هتكمل الخطأ، وده طبعا آخر حاجة short story about holiday. ده امتحان دمياط المتوقع يجيلك زيه بالظبط إن شاء الله. أتمنى التوفيق لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين طلاب الصف الثالث الإعدادي، طبعا الناس اللي هتمتحن هندسة، الناس اللي عليها الدور هندسة، أحب أطمنك إن الامتحان اللي جاي لزمايلك امتحان لطيف جدا وسهل جدا بإذن الله. الامتحان اللي يجيلك يكون كويس. الامتحانات يعني تراوحت من مستوى الطالب المتوسط، في بعض المحافظات جابت للطالب المميز، ولكن معظم المحافظات الامتحان جه سهل. انا جايب لكم النهارده امتحان زي اللي هيجيلك بالظبط في المواصفات في كل حاجه، وفي اسئله منه هتيجي ان شاء الله. اولا كده هيجيلك اول سؤال اخطر بيجيب لك 6 نقط. اول سؤال مثلا جا 25 طبعا بتساوي جتا 65. الزاويه التي قياسها اكبر من 90 واقل من 180 طبعا دي زاويه منفرجه. معروفة الزاوية الحادة هي الأقل من 90، والقايمة هي الزاوية 90، والمستقيمة زاوية 180. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات يساوي 0. إذا كان طول ضلعين في مثلث متساوي الساقين 3 سم و7 سم، فإن طول الضلع التالت هو لا إما 3 لا إما 7، ولكن طبعا 7. بعد النقطة -3 و2 عن محور الصادات يساوي طبعا كام؟ 3 وحدة طول. عدد محاور تماثل للشكل ده، طبعا الشكل ده ليه محورين تماثل. تمام، يبقى اول سؤال هيجيلك السؤال الاول بيكون اختر وبيكونوا 6 نقط. السؤال التاني بقى والتالت والرابع والخامس بيكونوا الف وب. طبعا احنا هنا جايبين الاجابات على طول. الف وب هتحل طبعا السؤال الاول لان هيجيلك زيه بالظبط، هيطلع في الناتج في الاخر 7 وسالب 5. طبعا ب في السؤال التاني هنا 2 صاد، وأوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة دي. لازم برضو تحل المسألة دي وتشوف الناتج النهائي. طبعا المعادلة هتكون 2 صاد ناقص س سالب 5 بتساوي 0. السؤال التالت برضو اللي هيجيلك زيه بالظبط إن شاء الله هيكون بدون تستخدم الآلة الحاسبة تثبت المعادلة دي طبعا. وب برضو مسألة هتجيلك زيها بالظبط. وطبعا ده السؤال الرابع، الإجابة النهائية اهي س هتساوي 30 درجة، والإجابة النهائية هي ص هتساوي 2 س. والسؤال الخامس برضو ألف وب زي ما احنا قلنا. الميل هيكون بتساوي 2/3، والجزء المقطوع هيساوي 2. وفي الشكل المقابل، وده الحلول يا شباب. طول د ج 5 سنتي، وقيمة جتا ب ج د 4/5، ودي الأرقام طبعا اللي انت مستخدمها.
ده امتحان زي اللي هيجيلك، اتمنى ان انت تثبت اهو. هجيب لك تاني ده السؤال الاول، ثبت وحل انت كده وشوف الحلول. وده السؤال التاني، وده السؤال التالت والرابع، وده السؤال الخامس. اتمنى التوفيق ليكم، الامتحان هيجيلك ان شاء الله كويس وان شاء الله فرحانين.